يا اسطى على فكرة بس أنا باواجه مشكلة في حياتي، أنا عادي باتكلّم، بس أنا فكرة إن أنا إمم، أبقى باصص في هذا وبتبقى باصص لي أنا، مش عارف طَب أنا طب أنا هاعمل هابقى أعمل كده بقى، ده أنا أناقش هنا، أنا هاعمل كده. الeye contact عامل مشكلة. ازيكم يا شباب عاملين إيه؟ إحنا معانا النهارده حد من الناس اللي أنا على المستوى الشخصي باعزّها، وأنا مش باجامل حد، هو عم بيطبطب على راسي دلوقتي. بس هو الفكرة كلّها إن هو من الناس المجتهدة اللي دخلت موجة اليوتيوب يعني ما انطفتش، أنا ما باعرفش أقدّم ناس كتير، فمعانا ومعاكم باشمهندس أستاذ دكتور ألفي، تمام؟ السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. بُص إحنا دي حاجة لازم أقولها في كل بودكاست، إحنا بودكاست حُر جدًا، كل اللي أنت بتقوله مش هيتقص، إلا لو في شتيمة طبعًا، اهم. وأنا عارف إن أنت بني آدم محترم مش بتشتم. فكل اللي باحط أنت زمارة باحط زمارة، وبعدين مش أنا والله هم صحابي اللي بالعب معاهم الله يسامحهم، بيهينوني في المونتاج، زمامير وبط وحاجة نيلة. فما فيش أي قيود في أي حاجة، إحنا بنتكلم براحتنا يعني، وبعدين كده قعدة حبيني يعني، إحنا قاعدين صحاب مع بعض، والناس اللي بتتفرج علينا صحاب برضه ما حدش غريب يعني، زيتنا في دقيقنا. بالضبط كده. فأول حاجة أنت غالبًا من الجيل بتاعي، أنا باواجه مشكلة حصل. طبعًا إن إحنا في مجتمع الgaming ده بنعامل كل ماشي، الشباب الصغيرة والشباب الكبيرة بنعامل كلّه أطفال، آه، بالنسبة لنا كلّه أطفال. فغالبًا هيبقى في شوية تشابهات يعني، تمام؟ آه، فعايز أسألك سؤال لازم هنبدأ بيه أي حلقة، هو أنت قُل لي. إيه اللي دخّلك المجتمع بتاع الgaming ده أصلًا؟ إيه اللعبة؟ مين صاحب السوق؟ يعني أي حاجة كده. آآ، أول حاجة، أول لعبة لعبتها أنا زمان كان عشان أخويا كان بيشتغل في التلفزيون، في الإنتاج الإعلامي، اهم، فطبيعي إن هو كان هيجيب كمبيوتر عشان هو في البيت يتعلّم حاجة جديدة، يجرّب حاجة جديدة، في شغل المفروض يعمله، وإحنا في الأول كنا عايشين في الشرقية مش عايشين في القاهرة. تمام، ففكرة بقى إيه، إن أنت يكون عندك نت وdial up وهات وصلة نت مش عارف من شارع مين فين، تجيب سلك نت 300، 400 متر عشان تاخد وصلة من واحد في البلد كلّها موصّل راوتر فاهم، أيوه. موال، وdial up بقى وصّل سلك النت ساعتها سلك التليفون كان في لفة ساعتها طويلة كده. بتاع 0 3 سبعات 5000. 03 ده كان أيوه. أجمد واحد. دلوقتي بقى اسمها شركة نور للإنترنت تقريبًا حاجة كده، بس آه، تقريبًا قفلت برضه، الله أعلم يعني. أيوه. المهم، هو برضه علشان كان بيبقى قاعد زهقان، فكان بيقعد ينزّل لعب، إمم. فنزّل لعبة بيت الرعب، ونزّل لعبة التعبان اللي هو كان بيقعد يلِف وياكل في تفاح والدنيا تليل عليه ويطلع ياكله حاجات، أيوه. وMagic كلو والّا كلو اللي إحنا كنا كلو، بنقول عليها كلاو اللي هي القطة كلاو، الزرقا، ميَو أيوه. ولعب كتيرة فشخ، فكنت باقعد ألعب أنا اللعب دي، ولعبة جاز بتاعة الأرنب اللي بيطير دي، أيوه، جمدان دي. كنت باقعد ألعب اللعب دي، لحد ما جيت عِشت في القاهرة، اهم، أمّا جيت قعدت في القاهرة اتعرّفت على الشباب اللي موجودة في المنطقة، صحابي، اخواتي، حبايبي، إمم. بالتحديد واحد اسمه يعني في 3 محمد ومصطفى وحسين، هُم ال3 دول اللي شبّطوني بقى في الgaming، بالتحديد محمد في الأول، قال لي على لعبة اسمها راكيون، راكيون دي الشركة بتاعتها هي نفس الشركة اللي عاملة Wolf Team، wolf team إمم. هو كان بيلعب Wolf Team ولمّا جرّب راكيون عجبته، عشان راكيون تحسّها إن هي shooter MMO شوية كده في نفسها. اهم. لعبت راكيون جامدة بقى وبتاع ومش عارف إيه، أول مرّة بالنسبة لي ألعب لعبة أونلاين، ففي تفتُّح أيوه. فظيع حصل، لعبة أونلاين في بالعب نقلة مع ناس أيوه. يا لهوي! بس وسايبر بقى فكان كانت فكرة السايبر دي ما كنتش أعرفها برضه، لإن في الشرقية هي كلّها أوضة وصالة يعني، وزمان كانت البلد أرياف أوي، تمام. فمن هنا لهنا عرفت بقى لعبة Silk Road كمان، بعيدًا طبعًا عن Wolf Team وCrossfire وS4 League، S4 League دي ليها حكاية تانية، بس هي Silk Road بالتحديد النقلة. اللي لضمت معايا أوي. فأنا وقتها أنا لسه عيل صغير ما بافهمش إنجليزي أوي، هُم في اللعبة كلّهم بيتكلموا إنجليزي يا فرانكو، وأنا في الفرانكو برضه كنت على الله، اهم. بدأت أتعلم تاتا تاتا من هنا على من هنا، بس لقيت فجأة بقى داخل S4 إحنا عملنا team وكنا مترانكين وبتاع لحد ما اللعبة قفلت بقى الله يسامحهم، فاتحة و سوق في مجتمع الgaming ده. آه، والله. بس ومن هنا لهنا لضمنا في LOL، وصلنا لحتة LOL، إمم. وفيها طبعًا اللعب الoffline اللي هي الstory mode Assassin's Creed، مافيا، God of War كده. أكيد وبلاوي بقى، بلاوي، لعب كتيرة. فهي كانت بداية جميلة بصراحة. يعني هي بداية آه، بُص، آه. يعني هي بداية يعتبر أي من حد الأول بداية خالص. أيوه، اللي هو إيه، شوية الألعاب بتوع الفلاش والكلام ده. من الأول. ده يا لهوي على collection ألعاب الفلاش! ده بقى بيبقى موضوع ده. فايل كُلّه على بعضه 50 ميجا فيه 6000 لعبة،
وال6000 لعبه كلهم على بعضهم اساسا انت البلاي تايم بتاعهم 3 4 دقائق زي الفل، ونصهم ما بيشتغلش، نصهم بيكراش اساسا، بس انت ده هم عموما، موجودين. ده كان عموما اصلا في الالعاب. اه كان لسه يعني الناس كان زمان المنتديات لما انت كنت تيجي تنزل لعبه تدخل على منتدى، لا تدخل ايوه. على فورums بقى، ما فيش موقع صريح مش زي فيت جيرل دلوقتي والحاجات دي، ما كانش فيه الكلام ده. طيب كانت ايه اكتر لعبة مميزة انت يعني اللي هي دخلت عملت معاها ماتش، او هي ايه كانت دوبامين، انا الف دخل اللعبة دي خلاص. طب اساسنز كريد، مهم. اساسنز كريد كانت في حته اساسنز، انا اتعلمت انجليزي يعني الانجليزي يعني اتعلمت انجليزي علشان اللعب الاونلاين عشان اعرف اتكلم مع الناس، بس السبيلنج والفوكاب الجديده والكلام ده كله والفلوينسي كانت من اساسنز كريد. مهم. اساسنز كريد خلتني اعرف اتكلم، لان انا كنت في مدرسه حكومه اصلا، أنا ما كنتش مدرسه خاصه، انا كنت مدرسه حكومه، فاهم اللي هو آه، حكومه يعني. على فكرة اساسنز كريد رد غير هي متوقع بصراحة، يعني انا قلت مثلا هتقول لي سيلك رود، هتقول لي وولف تيم. لا كده كده سيلك رود انا بحبها، وولف تيم بحبها، وكروس فاير واس 4، وفي لعبه تانية اسمها بوينت بلانك دي احنا كنا برو بلايرز فيها وتورنمنتس وبتاع، بس ماي جو تو اساسنز كريد. عايز اقعد العب من غير ما ازهق، ممكن اقعد العب مثلا براذر هود او بلاك فلاج ولا اي حاجه من دول، مهم. اقعد اسبوع اسبوعين عمال اخلص في اللعبه هي كذا مره، ولا عمري هزهق. خدت بالي انت بتعملها ريبلاي دلوقتي على تويتش. مسليه فشخ، مسليه فشخ بنت لذينه. طيب بمناسبة ان احنا جبنا سيرة تويتش يا اولاد، هسيب لكم ماشي في الديسكريبشن بقى تويتش بقى ويوتيوب ماشي. ايه ماركتنج ايه طيب عايزين شوية ليكج بما انك يوتيوبر وكده، امم انت كنت وصلت لنقطة ان انت هتسويتش لمحتوى اجنبي. هسويتش لمحتوى انجليزي تمام. قرارات يعني مش شرط ليكج صريح، يعني قرارات اللي هو ايه في في المحتوى الاجنبي، او ايه اصلا لا الخطة انا فكست بتاعتك في للمحتوى الاجنبي بقى دي مفاجاه بقى، دي مفاجاه بقى اللي ما قلتش عليها لحد، انا فكست للمحتوى الاجنبي، طيب جميل. علشان انا كنت عامل محتوى اجنبي، علشان انا قعدت بص يا سيدي، احنا ابتدينا نعمل كونتنت عموما على اليوتيوب من شهر واحد اللي فات، او مش اللي فات، السنه اللي فاتت 24. 2024 شهر واحد يوم 21. مهم. ده كانت البدايه الصريحه. قبل كده كان ممكن اعمل فيديو او اتنين وانزلهم بقى سواء على فيسبوك على يوتيوب على ايا كان، وما كنتش بقى اللي هو ايه في يوتيوب شانل معينه انا بنزل عليها كل حاجه وبتاع، اي حاجه في اي حته وخلاص. فور فن. وكان محمد صاحبي ده كان من الناس اللي بتشجع قوي في الحوار ده، لان محمد ده الله يبارك له هو اصلا اللي فهمني كونسبت ان انت يبقى بتتابع صانع محتوى معين، او ان في صانع محتوى بيلعب لعب معينه او طريقته كده او مش عارف ايه ده، يعني ده اول انترودكشن بالنسبه لليوتيوب كانت بيودي باي، وهو بيلعب اسمه إيه ده، مش فاكر تقريبا ماينكرافت. كان اسمها، لا لا كانت لعبه تانية كده يا رب، كانت لعبه رعب مش فاكر كان اسمها ايه، اللي هي في منها جزء اسمه ويسل بلور، مش ذا لاست اوف اس، حاجه تانية قريبه كده، قريبه من الاسم ده، لعبه رعب ما علينا يعني. اي اوكي. كان فيها راجل خنزير كبير بيطلع يجري عليك كده، وبتبقى ماسك كاميرا، مش هموت افتكر اسمها، يبقى هو حطها انا انت في المونتاج انا بقى فاكر الكونسبت بتاع اللعبه برضه، ايوه. ايوه. طيب اوكي هو عرفني على الراجل ده، على بي دي باي الراجل الجميل، من ساعتها بقى وانا فهمت معنى كلمه او كونسبت ان هو يبقى في صانع محتوى معين بتتفرج عليه ويوتيوبر والكلام ده، من ساعتها بقى بدات دماغي تتفتح على الجزئيه دي من الانترنت اساسا، اللي هو في حاجه تانية خالص كده. آه، اليوتيوب مش موجود عشان تكتب تنزيل اغاني مجانيه او لعب مجانيه فقط بس كراك. كده صحيح. طب ايه اشمعنى 21 24 واحد ولا 21 واحد 24؟ اشمعنى واحد التاريخ ده اللي هو يلا هنستارت يوتيوب فور ريل بقى؟ انا كنت شغال، تمام. انا اشتغلت شغلانات كتير قوي في الاول خالص، اشتغلت في تنظيم الحفلات مع محمد رمضان، امم. اشتغلت في اسمه إيه ده في تصوير ايفنتات، اشتغلت في تصوير افراح، اشتغلت كول سنتر، اشتغلت كل حاجه. تمام. اخر شغلانه اشتغلتها بعيدا عن الفريلانس يعني، بس اخر شغلانه اشتغلتها كانت في شركه بليزرد بتاعت الالعاب اللي عامله واو وعامله اوفر واتش والكلام ده. مهم. قعدت حوالي سنتين بشتغل فيها، بعد كده سبتها وقلت ايه هرجع لمجالي اللي انا متخرج منه اعلام، واشتغل في اسمه إيه ده في حاجه تبع الاعلام. وانا كان دايما في دماغي كده باك اوف ماي هيد اللي هو ايه انا عايز اعمل يوتيوب شانل ابلود عليها بس مفيش وقت. تمام. دي كانت اكبر ازمه، لان الشغل انت بتنزل مثلا ايه بتقول بتصحى 6 الصبح، تاخد شاور، تفطر، تنزل تركب مواصلاتك تروح الشغل، تخلص الشغل ترجع من الشغل، انت اصلا مواصلاتك لوحدها بتبقى 4 ساعات، تشتغل 9 ساعات شكرا، اللي كده في 13 ساعه،
هتنام لك مثلا من ال 13 ساعه دول 3 ساعات كمان، بقى عندك 5 ساعات، ساعه منهم هتاكل وهتستحمى وهتروق على حالك. إمم. دي كده بقى عندك 4 ساعات، هتعمل ايه في الاربع ساعات؟ انت يا دوبك لو لعبت وجيت تمنتج مفيش وقت اصلا، انت يا دوبك هتلعب، هتيجي تمنتج تاني يوم في 4 ساعات. لو فيديو مستحيل. طب أنا ممكن لو انت آخُد هتمنتج فيديو مستحيل 4 ساعات، مستحيل. أنا ممكن آخُد وضع المشاهد اللي بيقول لك نزّل فيديو كل يوم، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتلعب يعني. ما هو المشكله مش في اللعب، هو اصل الفكره في حاجه اقول لك، يعني مثلا بالنسبه لفيديوهات ليج، انا لما باجي اعمل فيديوهات ليج، في اوقات انا بابقى داخل انا لاعب الجيم اكسلنس، انا عامل اللي ما يتعملش، بس اهم. انا قاعد طول الجيم اعمل كده، أيوه. عليّا اقساط فاهم، فقاعد مش باصص باعمل قاعد content. ما فيش commentary، ما فيش أنا قاعد قاطع كهربا خالص وباصص في الكاميرا، أو مش باصص في الكاميرا، باصص في الشاشة وقاعد أعمل كده، بالعب بس ما فيش. إمم. فأدي كده فيديو راح في الزبالة. تيجي بقى في الفيديو اللي بعده مثلًا تركّز في الكلام وما تركّزش في الجيم، يقوم جاي الجيم واقع منك، لسه عقبال بتسخّن فاهم، بتفوق زيها زي أي شغلانة، أنت بتروح الشغل أول كام ساعة في الشغل أنت بتبقى قاعد حنوتي، ما ما فيش حاجة فيش، ما حدش لسه العربية ما يكلمني على دارتش. الصبح. آه، لسه العربية ما دارتش، فأنت بتسخّن. فهو نفس الconcept، فأنت يا عم صوّرت الفيديو، هتيجي في الmontage بقى وأنت بتمنتج، عمّال بترتّب في أفكارك، لقيت فكرة تانية جات في دماغك، فأنت عايز تحطها. لو مش على الفيديوهات اللي هي بتاعة الgaming، لو أنت بتعمل مثلًا فيديوهات قصة أو حاجة، اهم. يعني فيديوهات القصص اللي أنا عملتها دي أكتر فيديوهات، هي فيديوهات الشرح عملت وفيديوهات hit. القصص، إمم. هي بتعمل hit، بس بتجلدني في الmontage طبيعي. وبتجلدني في كتابة الscript وفي التسجيل. قلبة، فالحاجات دي بتاخد وقت، فأنا قُلت إيه، أنا كده السنتين اللي اشتغلتهم، يا عم أول كام شهر كنت بابعزق الفلوس اللي باقبضها بأمانة عادي، بس كنت باجيب إمم. الحاجات اللي أنا محتاجها، صح. محتاج لبس، عايز أضبّط حاجة في الأوضة، مش عاجبني شكل الأوضة، بتاع، مش عارف إيه، تاتا، صرفت اللي أنا عايز أصرفه وجِبت اللي أنا محتاجه، وفكَست بقى إيه، قُلت لأ، مش هينفع أصرف كتير كده، لازم أحوّش. اهم. فحرفيًا بقيت باذِل نفسي فاهم، في الشهر باقبض وباقي الشهر ما فيش جنيه بيخرج، يعني اللي هو خُد لك مثلًا 1000، 2000 جنيه قضّي بيهم الشهر بالطول بالعرض، فطارك بمواصلاتك بكل حاجة، عيش بقى، اخبط دماغك في الحيط، اهم. وحوّشت اللي أنا عايزه. كان في أصلًا سِبت الشغل الهدف ده، في دماغك والّا هو هو save هو money؟ لأ تحويش save money، تحوّش بقى مش إمم. هينفع فاهم، إمم. أنت بتكبر وبتاع لازم تحوّش. اهم. فاسمه ده، سِبت الشغل ده عشان كان خلاص بقى زهقت منه، عايزين تجديد ومش مجالي وبتاع، هو gaming وكل حاجة، بس برضه مش مجالي. مش ده اللي أنا عايزه. ومش عايز أبقى راستي في الmontage، ومش عايز أبقى راستي في الskills اللي معايا هانسى حاجة بتاع، لإن الmontage وdesigning وكل الكلام ده، اركنه أسبوعين 3 هتلاقي خلاص. نفسك أبيض، أيوه، أيوه. creativity بتُقع وknowledge بتُقع وبتنسى الحاجة بتتعمل إزاي، فما لوش لازمة. لأ والAI صعب الموضوع شوية كمان، بقى كل شوية الAI بيبقى الAI حبّة، يعني أنا اهم. متوقع على السنة الجاية الgraphic designing ده هيتقتل. ماشي. يعني الmontage لسه هيقعد حبّة، طب بُص، الmontage لسه هيبقى قدّامه فرصة، بس الdesigning هيتضرب بالجزمة. بمناسبة الموضوع ده في فيديو هينزل يوم التلات ماشي، هو إحنا ليه قلبتها إعلانات بس عادي مش قصة. في فيديو هينزل إن شاء الله يوم التلات بخصوص الموضوع ده، وهابقى أبعته لألفي برضه عشان يشوف رأيه في الموضوع ده برضه، فقُل لي ماشي يا عم، رأيك لمّا ماشي. أوكي. فأنت شايف اللي هو مش عايز تبقى راستي وعاوز تفضل في السوق حتى لو مش تشتغل، تبقى دماغك آه، شغالة. إمم. لإن حتى وقتها لمّا كان بييجي لي فريلانسات video editing والّا design والّا حاجة، إمم. كنت بافكسها عشان ما فيش وقت، ما فيش إمم. وقت أعملها. أنا جربت الموضوع ده. ولمّا كانت لمّا كانت بتيجي حاجة خفيفة، ما كنتش بابقى اللي هو إيه، بانجزها بسرعة زي الأول. صح. فقُلت لأ، مش هينفع، أنا معايا knowledge وحاجات تخلّيني أشتغل الشغلانة أحسن من اللي أنا شغّالها، إمم. هي يعني هتكون نفس القبض، يمكن أكتر حاجة بسيطة، بس اللي هو إيه، مش أصل هي لو مسألة فلوس، ما كان كلّه راح يشتغل أي شغلانة call center بألماني والّا French والّا بتاع، وأخد له 30، 40 ألف وفسّد دماغه. بس في الأول وفي الآخر بيبقى في دايمًا الحتّة اللي هو إيه، يعني أنا قعدت أصرف وأتعلّم وأعمل وبتاع عشان في الآخر أروح أشتغل شغلانة، مش تقليلًا، ما أنا اشتغلت برضه call center. بس الفكرة في إيه، اللي هو مثلًا واحد دخل طِب قعد 7 سنين بيعافر، وبعدها في اللي هي شغل العيادات والمستشفيات والحاجات دي، بعد كده في الآخر أروح أشتغل call center، يعني أنا مضيّع من حياتي قد كده عشان أشتغل call center حاجة مش في مجالي، لأ. هو أنت تقصد الscaling عمومًا، مش فكرة بالضبط، أيوه، الscaling اللي هو مثلًا أنا باحاول أكون في مجال هو قدّام هاتطوّر أكتر، فيعني باطلع سلِّم. بالضبط، إمم. 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 بالضبط. وخلّي بالك برضه الcall center فيه مجالات، يعني الcall center أنت عندك هو بتبتدي بagent، اهم. بعد كده في حاجة اسمها SME اللي هو subject matter expert، ده اللي بيساعد الناس في الfloor لو واقف عليهم حاجة في case.
اهم. بعد كده بيبقى عندك سوبرفايزر اللي ماسك الناس دي كلها. بعد كده عندك بقى الاكونت مانجر، وعندك الاسيستنت اكونت مانجر، وعندك الفلور مانجر، وعندك في حاجه اسمها كواليتي اللي هو لما بيجي بيراجع بتيجي المكالمة. تتصل مثلا بتيجي تتصل بخدمه عملاء اي حاجه، يجي يقول لك هذه المكالمه مسجله مش عارف ايه. مسجلة. هي مش علشان انت لو شتمته يحبسوك، هو علشان في واحد كواليتي هيقلع الواد اللي الواد بيتكلم في صح. التليفون لو قال اي حاجه غلط. يعني هو ده صحيح. الهدف منها. وفي حاجه اسمها RTM اللي بيراجع الدخول والخروج بتاع الناس، الكلوك ان والكلوك اوت. في ماشي. مجالات وكل واحده من دول في نقطة بس. بسالري. أيوه، هل أصلًا أنا كواحد دخلت في الcall center لو قعدت 10 سنين فأنا هابقى RTM مثلًا أو هابقى حاجة من الحاجات دي فيما بعد؟ ممكن ممكن تبقى اكونت مانجر بياخد 100,000 مستريح. ده مسار طبيعي scaling والّا ده في سكيلينج. وشركات الكول سنتر دلوقتي، يعني انت عندك تيلي بيرفورمانس. إمم. لو انت مثلا ايجنت وعايز تطلع سوبرفايزر، اهم. بيوفروا لك كل الماتيريال اللي انت محتاج تذاكرها عشان تبقى سوبرفايزر. إمم. عايز تبقى ترينر عشان تعلم الناس ازاي تشتغل في الكول سنتر، اهم. بيوفروا لك كل الماتيريال اللي انت محتاجها عشان تذاكرها عشان تبقى ترينر. ايا كان البوزيشن اللي انت عايز تاخده بروموشن، بيوفروا لك الماتيريال اللي انت محتاج تذاكرها. وبيبقى في واحد قاعد في روم معينه مثلا، ده بالنسبه للتيلي بيرفورمانس، ما بعرفش بقيه الشركات. إمم. بس انا باكلمك في الحاجة اللي أنا اللي جرّبتها. شُفتها. في مكتب موجود اسمه training office، بتروح تسأل أي واحد من الناس اللي هناك، أنا مثلًا مقدّم على supervision ومحتاج الmaterial بتاعة الsupervision، باعتها لك على الmail وتقعد تذاكرها. اهم. حتى لو باعتها لك على الmail بتاعك الشخصي عشان تذاكرها في البيت، عادي. لأ ما فهمتِك. فيهاش مشاكل. أول مرّة أعرف المعلومة دي. أنا بالنسبة لي بس الcall لأ، هو center في scaling. بس أنا باقول هو لك في scaling الcall بس center مش كان بالنسبة إمم. لي مش كده. أنا الcall center بالنسبة لي هو خطوة في طريق، لكن مش هو الطريق. ما بصراحة هو يعني. شركات وشركات. أصل أقول لك على حاجة، مثلًا لو أنت واحد كنت خرّيج ألسن صيني مثلًا، إمم. ألسن أنت اتعلمت اللغة بس. أيوه صح. قدامك بقى طرق كتيرة أوي توظّف فيها اللغة. إمم. عايز تشتغل مترجم قانوني، عايز تشتغل مترجم سياحي، عايز تشتغل call center، أيًا كان فهو الoptions متاحة. إمم. بس هتيجي برضه للحتّة بتاعة الAI، إن الAI دلوقتي ممكن هو يترجمها لك قانوني عادي جدًا. إمم. هتيجي تقول له أنا دلوقتي مثلًا عايز أترجم الdocument دي لترجمة قانونية بقانون مثلًا الدولة الفلانية، إمم. هيقوم جاي مترجمها، السلام عليكم. بس هتجيب برضه حد يأكد على يعني في الآخر برضه هتحتاج الشخص اللي هو محتاج بني المترجم آدم القانوني إن هو يشوف يتأكد بس المعلومات الaccuracy. المكتوبة صح والّا غلط. اهم. بالضبط. إمم. بس لأ، هو من ناحية الscaling في الcall center، هو في scaling في الcall center، بس الفكرة كلّها في اختيار الشركة اللي الواحد بيشتغل فيها. اهم. بس أوكي. برضه على حسب، ده أنت لو خريج ألسن بالنسبة لك هيبقى قشطة. بس ما تبقاش مثلًا خريج طِب وهيبقى هدفك إن أنت، يستحيل تبقى خريج طِب وهدفك إنك تشتغل call center، دي مستحيلة. عشان هتحس إن أنت ضيّعت وقت كتير أوي من حياتك في الدراسة بس عشان تشتغل call center، دي مستحيلة. فأنت دلوقتي جيت قُلت لأ، أنا محتاج إيه، أرجع أنا عايز أشتغل في للموضوع. مجالي. بالضبط. آه. معلش رُحت قدّمت في شركة بتاعة كورسات، بتدّي كورسات. أوكي. إن هُم هيحتاجوا حد يمنتج، ولو في حد مثلًا عايز ياخد كورس مش عارف إيه، مونتاج، الحاجات دي. اهم. قشطة. ورُحت قدّمت، الدنيا تمام. ما عجبهمش الsalary اللي أنا حاطّه اللي أنا عايز أقبضه. expected. ف قال لك الexpected salary لأ، مع إني حاطط والله كنت حاطط expected salary قليلة فشخ، قليلة فشخ، ورفضوها. بعد الساعة الحمد لله راح لهم واحد تاني خزوقهم ومشي، بس ما علينا يعني. بس إمم. أصل صاحبي شغال في الشركة دي دلوقتي، فقاعد هو مبسوط فيهم أوي، بس ما علينا يعني. فأول ما دي اتفكست، اهم. فقُلت إيه، خلاص بقى أشوف لي شغلانة تانية وخلاص، حاجة في مجالي برضه وصباح الفل. ولو أنا لو كده لو أزمت معايا في يوم من الأيام ممكن أرجع أشتغل في أي مكان يعني دي عمومًا دي حاجة مميزة إن أنت يكون معاك لغة، إن شاء الله لو English عادي. يوم ما أو هتزنّق معاك مش call لغة، center. مش حكاية لغة بس، فكرة إن أنت يكون عندك بدايل. وبدايل. آه. بس أنا باكلمك اللي هو إيه، أنت مقفّلة في وشّك بالضبّة والمفتاح، معاك لغة روح اشتغل call center بس، أيوه. وهتاخد فلوس حلوة. أصل قصة بس. البدايل دي أنا علّقت عليها ليه؟ لإن هو اللي يعرفها الجيل بتاعنا اللي هو التسعينات. آه. اللي بعد آه. كده متخيّل إن هو طول حياته هيفضل شغّال كذا. لا، لا، لأ، في مش بدايل كتيرة دلوقتي، ف في بدايل كتيرة. وده بيحطّهم في مشكلة إن هو يعني كبيرة، مشكلة كبيرة. يعني إحنا مثلًا آه. آه. لو آه. عطلت، لو الدنيا وقفت معاك خالص أنا ما عنديش مشكلة هانزل أشتغل كاشير. هم لأ، ما بالضبط. عندهمش لأ. الموضوع ده. ما تنزلش بمستواك وبتاع مش عارف إيه. لأ، ما الواحد هييجي في الآخر هيبقى عايز ياكل مَلْط يعني. أيوه بتزنّق أيوه. آه. مضبوط. أوكي. بس، فقُلت إيه، طب ما أنا كان طول عمري
نفسي افتح يوتيوب channel تمام. وكده انا uploadت content قبل كده، هو ما كانش content اوف ايه ده، بس يعني برضه كنت عايز upload content من زمان، اهم. فخلاص بقى إحنا نلتزم بقى. اهم. قعدت أفكّر، لقيت اسم ألفي ده جه في دماغي علشان اسمه إيه ده باتمان، المساعد بتاعه اللي اسمه ألفريد، دلع إمم. ألفريد ألفي، دي لفة طويلة يعني، إمم. وفي نفس الوقت كنت عايز أكتبها بشكل روش، أنا عايز الاسم يبقى مكتوب catchy. بطريقة مستفزة ما حدش يفهمها، واللي هو إيه، يعني أنا فاكر لمّا دخلت قعدت أتكلم مع شادوزة، إمم. فبيقول لي: "هو إيه اللي ألفي إيه؟" بعد كده سكت حبّة كده، "ألفي." اللي هو أنت فهمتها. أيوه. لمّا اتكلمت مع داتو، داتو برضه قال لي: "يعني إيه ألفي إيه؟" ألفي، فاللي هو كلّه بيقولها، بعد كده يفضل قاعد ساكت حبّة يستوعبها على طول، اللي هو بس عقبال ما تregister في دماغهم. أنا لأ، أنا من ضمن الناس الفئة الصغيرة اللي كانت بتقراها ألف LE أصلًا عمومًا يعني. ما أنا في عمومًا 1000 بقى. جنيه و100 جنيه بقى ف يعني أنا فاكر أول حد دخل كلمني private خالص على Discord، دخل قال لي: "يا اسطى هو أنت ما دخلش سلام عليكم وبتاع." دخل كلمني في DMs، "هو أنت ليه اسمك 1000 جنيه يا اسطى؟" مجتمع ليج عمومًا بقى. هو إيه اللي 1000 جنيه؟ قال: "إيه اللي 1000 جنيه يا زميلي؟ ما ت في إيه في إيه بس، ما فيش L موجودة." إمم. بس كده طب يعني إيه ألفي إيه؟ ألفي سبحان الله رَد على نفسه. كلّه بيفهمها بنفس الطريقة. لازم عارف اللي هو إيه، يكلّم كده. آه، طيب أوكي، بس فأنت قُلت يالّا إيه، هنعمل هنخش. content. اهم. إيه اللعبة اللي أنا باحبها وما بازهقش منها؟ مش فاهم إزاي، هي League. إدمان ده. هو ما بازهقش منها عشان أنا باغيّرها، لأ يعني مثلًا أقول لك على حاجة، يعني أنا قبل ما ابتدي أعمل فيديوهات League أنا كنت راكن League سنتين مثلًا والّا حاجة، اهم. كان ممكن كل فين وفين كده أدخل ألعب game TFT، أدخل ألعب game أرام بتاع وخلاص، لإن إمم. هي كانت في الجامعة أنا ما كنتش باعمل حاجة غير إن أنا قاعد بالعب League أو بالعب Call of Duty، عايش حياتي فاهم، باشتري Call of Duty والدنيا حلوة. أيوه. ولمّا اشتغلت في Blizzard كنت قاعد ألعب Overwatch 24/7 يا إمّا بالعب WoW 24/7 عشان كنا بناخد أكواد إن أيوه. إحنا subscription والكلام ده. وhours وبتاع أصلًا كان بيتحسب لك ساعات. إمم، إمم. إمم، بس. فقُلت بقى لأ خلاص بقى نرجع نلعب League بقى وأنا مستمتع بيها وصحابي الشلة بتاعتي بتلعب League وبتاع، فنلعبوا League سوا. أيوه. أول كام فيديو بابقى قاعد أنا كنت واخدها system كده اللي هو إيه، علشان تاخد راحتك قدّام الكاميرا، افتح يعني اقعد افتح التسجيل اهم. واركن الrecording شغّال إن شاء الله لو هتrecord طول اليوم. لحد ما تاخد راحتك. لحد ما الhype بتاع الفيديو ييجي، أصل الناس مش عارفة الموضوع ده. بالضبط. أيوه. ما أصل أنت لو أنت دلوقتي أنت كنت في الشارع بتجيب طلبات، واتخانقت مع واحد وأكلك علقة وطالع متنكد، أيوه. طالع متعفرت والمفروض تسجّل فيديو عشان هتنزّله بكرة، بأنهي وجه نفسية هتعرف تطلع تتكلم في حاجة؟ هي زيها أصل هي اليوتيوبر entertainer زيه زي المذيع. اهم. فاهمك. لو أنت صدّقني فاهمك مش والله. لو أنت لو أنت قافل مش هتعرف تتكلم، مش هتعرف تقدّم البرنامج بشكل حلو، عشان كده المذيعين نفسهم بيبقى عندهم حلقات وحشة وحلقات حلوة. لأ، هو الفكرة ما نفس كلّها. الconcept. أيوه، الفكرة كلّها إن هو إيه، أنت إيه، بيبقى متخيّلين إن أنت أصلًا ما عندكش حياة. ده متخيّلين حوار تاني. إن أنت نايم على الكنبة دي مثلًا، وبتصحى أنت في أنت ما فيش، أنت أصلًا أنت قاعد على الكرسي، أنت فاكر إن أنت عندك رجلين وبتمشي، لأ. آه. لا، لا، لأ، ده يعني أنا مثلًا أنا بانام في اليوم حوالي 4 ساعات إمم. علشان ألحق أوفّق ما بين كل حاجة في حياتي أعملها براحتي، عشان اهم. أتمرّن وأشوف لو أهلي عايزين حاجة، اهم. وأنا لو عايز أعمل حاجة شخصية ليّا وأسجّل وأمنتج وفي stream ومش إمم. عارف إيه، فلأ، لأ، الموضوع بيبقى يعني في العموم في الحياة إنّك تكون موظّف نَفْسك أسوأ مليون مرّة إنّك تكون موظّف عند حد، عشان طول ما أنت موظّف نَفْسك أنت هتقعد تجلد في نَفْسك أكتر من أي مدير في الدنيا. أيوه، وفي ناس ما بتعرفش تلتزم كمان، في دي الالتزام. أكتر حاجة صعبة، إن إمم. الواحد يكون قاعد ملتزم وبيعمل حاجة ومش شايف عائد من اللي إمم. هو بيعمله، دي بتبقى أكتر حاجة مستفزة. اهم. وفي ناس بتبقى عندهم الconsistency وعندهم الإرادة والتصميم والتركيز والاجتهاد وكل حاجة، بس لو حد ساب لهم comment وِحِش مثلًا بينطفئوا. تحِز في نفسيته أو تحِز في أيوه. نفسيتها ويقول لك بس شكرًا. I am الحمد لله أنا out. جلدي تخين، أنا كان أيوه. بيتساب لي كومنتات ما يعلم بها إلا ربنا، أنا في واحد بس عشان شتمته فأنا مش هاقولها، في واحد قال لي: "أنت أقرع." أنا أقرع فعلًا عادي يعني، هو مش أقرع، هو أنا اللي باحلق شعري، ما لهاش أيًا علاقة بأي يكن أيوه. حاجة، بس اللي هو إيه، أنت عيل مستفز، قمت جاي داخل قايل له طب أيوه. مسح الكومنت، فاللي هو طب ليه جايب لنفسك التهزيق يا
يا جعبس يا صغير. انا والله مش عارف بيبقى متخيل ان هم دماغهم مربعه وقاعدين هم فاضيين في ايوه حياتهم ما عندهمش يا اي عم، حاجه. ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك. دوس ديسلايك يا عم، مش مشكله، انا كده كده هبصش على الارقام، دوس ديسلايك. مش مهم. بس هتسيب لي كومنت وما تفتكرش ان هو هيعدي. هلف والبك مش هسيبك. لا هو الكونسبت ان انا ما عنديش مشكله مع الشخص اللي بيجي لك زياره واحده بصراحه. انا بيبقى عندي مشكله اه اللي هو واحد فاضي فعلا ان انت كل ما تنزل فيديو يقوم عامل لك ديسلايك ويقول لك كومنت مش مفهوم. طب ريتش. انا بالنسبه اي بالنسبه لي الناس دي انا ريتش. مش ده انا مش بعد انا بعمل بن للكومنت بتاعهم. مش بتضايق منه على قد ما ببقى عايز افهم طب انت فاضي لا قوي لا، انا كده. بعمل بن للكومنت بتاعه. انا في ناس والله العظيم، في ناس كنت يعني بعد فتره لما الشانل كبرت حبه، كنت ادخل اشوف الكومنتات. يعني انا خلاص نزلت الفيديو، بسيب الفيديو 24 ساعه كده ايه يستوي، بعد كده ادخل اشوف الكومنتات. مهم. كان مش فاكر كان ايه يا ربي، كان تقريبا شرح الايتمات. مهم. لما كنا بنتكلم عن حته الانتي هيل، فانا كاتب، او انا كنت قايل اللي هو لازم اكتر من حد في التيم يشتري الانتي هيل وبتاع. مم. ففي واحد دخل كاتب بقى كومنت بكل فخر وبكل عزيمه انا وحلبسه عايز اقول لك داخل ان انا كده. شفت الفيديو وشفت الكومنت. شفت ايه؟ لا. وليه يا فهمان اكتر من واحد يشتري انتي هيل في التيم؟ واحد دخل رماله كومنت قال له علشان يا فهمان لما اللي معاه الانتي هيل يموت يبقى في حد يعمل انتي هيل غيره. ما ردش ايوه والريبلاي بتاع الواد جاب حوالي 90 لايك، اللي ايوه. هو دمدمك بعض اخرسك، من اعطاك العطل. ميوت. ايوه اعطاك ميوت. فبدات في بس الكونتنت. حصل. ايوه اول اول مثلا 3 شهور انا مش عارف انا بعمل ايه. عموما. للامانه انا كنت كل اللي عامله حاطه في دماغي اللي هو احنا نلعب رانكد، مم. لجيم رانكد هاخدها وابلودها. بعد كده بقى بدأت دماغي تتوسع، اللي هو ايه، طب ما احنا ممكن، انا عن نفسي بعيدا عن الفيديوهات انا بحب اعمل بيلدات متخلفه فشخ، ماليش دعوه. مش عايز العب الحاجه في الرول بتاعها، مظبوط عايز حرام انبسط. بالنسبه لي. ايوه. عايز اروق على حالي. مم. فجربت اعمل فيديو اللي هو اساسن شن، ده سبورت اساسن شن. مهم. ده كان اول فيديو يضرب معايا. فاللي هو الله، طب ما ده جامد ده. ايوه وكنت قبلها جربت اعمل فيديوهات الشرح بتاعت الشامبيونات. بس ما كانتش برضه ايه، ما كانتش دي اللي بتشد الناس قوي، لان كده كده الناس ما بتدخل تتعلم التشامبيون عافيه في اللجيام. مم. علموا على قليل قفاك. قوي انك تلاقي حد داخل يتعلم على اليوتيوب اساسا. مهم. فعملت حوار فيديوهات اللي هي البيلد المتخلفه دي جابت. فقعدت اسبامها، فاهم، بيتنج اديد هورس. فاسبمت الفيديوهات بتاعت البلدات. قعدت اسبام فيديوهات البيلد المتخلفه وكنت مستمتع بيها. هي دي احلى حاجه. ما كانتش بتجلي معايا خالص، كنت مستمتع بيها قوي. بس انا كنت بابلود يوم يوم لا، مهم. لحد 6 7 شهور بابلود يوم يوم لا، يوم لا، لحد ما خلاص بقى جات لي حساسيه في عيني من كتر القعده على الكمبيوتر، مهم. وضهري وجعني وايدي وجعتني. ومره افكس تمرين، مره افكس فطار وغدا وعشاء، وافضل قاعد لازق قدام مهم. الشاشه بتاع. فقلت لا مش هينفع كده، انا باهين نفسي. قلت خلاص احنا نابلود مره كده مهم. ونفتح ستريم كده. ورحت ظبطت النت وبتاع، قعدت الف انا وي مع بعض لحد ما ظبطت النت. بقينا ايه، حبه ستريم حبه فيديوهات، حبه ستريم حبه فيديوهات، وعمالين كل شويه بنغير في الجدول اللي مش راضي يثبت ده. ايوه وده غلط بيدل للشانل عموما يعني. بيهين الالجوريزم، أيوة. بيهين الالجوريزم. ما جاتلكش لحظه انطفاء كده مره واحده عشان كل الناس يوم. بتبقى متخيله. عشان الناس تبقى والله كل متخيله. يوم. اصل اقول لك على حاجه، مم. انا يعني التارجتس بتاعت يوتيوب اللي هو 5000 واتش اور و1000 سبسكرايبر. انا في الاول كان اكبر هدف بالنسبه لي واللي كنت مستصعبها ال1000 سبسكرايبر. اللي هو انا مم. يستحيل اجيب ال1000 سبسكرايبر بسرعه وبتاع، وبقعد اشوف وايه، ما بحسبهاش على المدى الطويل. انا بقعد ابص على الجين بتاع مثلا اللي هو ايه، لو انا هجيب 10 في اليوم. يعني بحسبها حسبة محاسب في بنك فشخ. ما ايوه ببصش ان هو لما التشانل تفايرل حبه هيجي لي بتضرب. اكتر، او ان انا مم. برمي فيديو هيجي لي اكتر. ما حسبتهاش كده خالص. فكنت بحسبها غلط. مم. فلقيت ان انا جبت ال1000 سبسكرايبر اسرع من ال عطلان 5000 على واتش اور، ايوه. وعطلان في ال 5000 واتش اور. قاعد بقى في الواتش اورز عشان ايه، الناس اول ما يجي لها اعلان تقوم جايه سكيب، احرق الفيديو، مش بتفرج عليه، فاهم ايه، ارمي الفيديو في الزباله. فاللي هو تمام ماشي مش مشكله. خلصنا الاثنين دول. العائد المادي بقى اللي جاي من يوتيوب اصلا زيرو، ولا يسوى اي شيء. بس طبيعي، هي زيها زي اي يوتيوب، زي اي مشروع، انت فاتح مشروع وبتعافر فيه علشان يشتغل. هو الناس مش فاهمه النقطه دي. يعني امم هي في مخيلتها ان اليوتيوب عباره عن ان انت
اول ما بتفتح القناه انت بيجي لك كام يا اسطى؟ ثانيه بس، لسه فاتح القناه امبارح، ما فيش حد يعني كده في الدنيا يقول لك انت بيجي لك كام، بس بالظبط. قول لي طيب. وما ايوه عندهمش ايوه. فكره ان انت بتبقى لما بقى ستريسد اجيب حاجه بقى. في الاوضه فاهم، فلوس اجيب حاجه في الاوضه الاقي حد فلوس داخل في اليوتيوب. الاستريم يقول لي فلوس اليوتيوب. فلوس اليوتيوب هي لا. يلا. انت يا ده بيجي ده ده بيجي في مخيلتك فاهم السحله اللي بتتسحلها في الشغل وبتاع. يوتيوب. يوتيوب ايوه، ايه؟ اللي هو انا حرفيا انا عايش من الفلوس اللي انا حوشتها، عارف اللي هو ايه يعني بتحطها في البنك وبيجي لك فلوس. مم. فانا عايش على كده يعني متعذب من الحوار ده، متعذب. بس اللي هو ايه، انا برضو في دماغي حاجه معينه انا عايز اعملها. مهم. وللاسف احنا عندنا في الوطن العربي فكره او مش يعني في مصر اكتر بالتحديد. يعني انا مثلا شفت الكونتنت كريتورز اللي في السعوديه وفي الكويت وفي الامارات والكلام ده، لا بيجيبوا ريتش من ناحيه الجيمنج، بيجيبوا ريتش لان المجتمع بتاعهم عنده سنه راحه او سنه رفاهيه، او ان هم اقتصادهم متزن كفايه ان هم يبقى عندهم وقت رفاهيه ان هم يفتحوا يتفرجوا على فيديوهات ويشوفوا ويعملوا وبتاع ومش عارف إيه. احنا ما عندناش الحته دي للاسف. انا فاهمك. وعلى فكره يعني فبتبقى somehow صعبه somehow كان الموضوع شغال شويه لحد ما الموضوع لحد ما بتاع كورونا خلصت. حقيقي ايوه. لحد ما كورونا خلصت. لا يعني حتى الناس وبرضه اللي كانت بتجيب ريتش في الاول اتهانت بعد كورونا، الريتش ده اتضرب بالجزمه بعد كورونا. وفي برضه نقطه، هو بعيد عن موضوع الكورونا وكده، انا مش عارف اصلا هنحطه عادي ولا الفيديو هياخد استرايك. لا لا لا، مش هيقولوا حاجه. كان في الفترة اللي هي بعد كورونا لحد 23 مثلا، كانت الدنيا لسه امم برضه الناس بتتعافى من ان هي مش قادرة تستغنى عن الستريمرز، امم فاهمني؟ كانت الناس اتعودت على قعده البيت، اصل خلاص انت قاعد في البيت، خلصت مسلسل 2 10، خلصت افلام، عملت خلصت كل حاجه ممكن تتفرج عليها على النت. م? تعالى بقى نشوف الستريمرز ونشوف هنشوف الناس دي اليوتيوب بتقول والكلام ايه. ده. إيه؟ بالظبط. بعد كده خلاص بقى الموجه دي هديت لما الناس كلها رجعت لاشغالها تاني والكلام ده. لا واتقفلت خالص لما موضوع ان انت ما بقتش قادر تعمل اي بورشيز اونلاين، فانت بالتالي مش عارف تعمل اي اه دونيت. اه دي ساعتها خلاص بقى اه. كده، خلاص بقى انت كده انتهت يعني انت انا كده بالنسبه لي بقيت انا خاسر. كان ببقى اللي هو ايه، انا كان بالنسبه لي انا مثلا انا هصرف كذا وكذا وكذا، مثلا في معايا 50 جنيه زياده فاضلين مهم. ما لهمش اي استخدام. حلو، هاخد ال 50 جنيه دول، مين الكونتنت كريتور اللي انا بقعد اتفرج عليه مثلا وانا بمنتج ولا وانا شغال ولا اي حاجه؟ تعالى يا عم، انت راجل زي الفل وبتستريم كل يوم وفاتح ستريم 12 ساعه كل يوم وطلع عينك، شكرا على مجهوداتك الجميله، اتفضل. بس عارف اللي هي حاجة لغوا بقى رمزية الحوار ده وبتاع اصلا. وبتاع، فهم لا قال لك لا لا مش مفيش رمزيات، انت تاكل بالجزم. مفيش رمزيات خالص. طيب احنا كده عرفنا بشكل مبدئي امم البدايات ولحد يعتبر بقى يومنا هذا يعني في اليوتيوب. لحد يومنا هذا. اه ففي حاجة بقى احنا عايزين نعرف كده، انت ناوي بما انك بقيت مخضرم كده، بقيت سنة وربع اهو في اليوتيوب وكده. انا الحمد اه. لله. ناوي تعمل ايه في اليوتيوب؟ لان يعني الخطة وبتاع بس حاجة تكون هكمل. فعلية. ايوه لا، ما ما انا انا بقى انا ما انا اللي عارف حاطه ان في انت هتقول لي دماغي، هكمل وبتاع، لا بقى حاجة هكمل فعلية. هكمل زي ما انا، بس هبعد عن ليج حبه. مش هفضل ملتزم يعني انا كده كده انا عارف ان هي الشانل مبنيه على ليج، مهم. بس ليج مش الدنيا كلها، ده غير ان ليج المجتمع بتاعنا عموما في الوطن العربي ما بيركزوش على ليج قوي اصلا. مهم. يعني انت عندك مثلا في السعوديه، عشان انا عشت في السعوديه 4 سنين، انا عارف ان في السعوديه هي فيفا وكول اوف ديوتي واخده حيز كبير قوي. مهم. ليج في ناس في السعوديه بتلعب ليج كده كده، وفي فرق سعوديه في الاي سبورتس والحاجات دي، بس برضو مش زي التركيز في مصر. الوطن العربي كله برضو نفس الحوار، كلهم يا اما فيفا يا اما مش عارف ايه مورتال كومبات حاجات كده. بس ليج مش عليها تركيز عالي قوي. وانا كده كده بحب ليج، فانا كده كده هعمل لها كونتنت، لان انا مش هعمل كونتنت غير لحاجه عجباني، غير كده مش هعمل لها كونتنت. يعني انا وقفت كونتنت سيلك رود علشان المشكله اللي كانت حصلت، وعلشان انا اصلا زهقت من سيلك رود، لان هي زي اي ام ام او الواحد بيوصل لمرحله ان هو ايه، ما كفايه بقى كفايه بقى فاهم، تاتش سم جراس واعمل اي حاجه تانية. ايوه. خصوصا ان هي بس الالعاب الام ام او دي بتخليك، يعني انا فاكر ايام سيلك بتبقى رود سهله. في 2014 تقريبا، كانت ساعتها الدنيا او بي قوي اصلا فيها، ما كنتش امم بنام يعني. و... حتى لو فاتح بوت، حتى لو انت فاتح بوت وسايبه انا وهو شغال، انا انت قاعد بتفرج بص على على الجهاز برضه البوت على شغال، وقع البيهيموث. ايتم. ايوه لا ايوه. لا انا كنت اصلا تريدر. التريده. ايوه فكنت امم ايه ابص على البيهيموث، وانا كنت بقى ايه زمان بقى، كانت الدنيا كانت الاجهزه فيها بركه، كان الجهاز تقريبا جيجا رام، وكنت بشغل عليه 3 اكونتات 4 اكونتات. هي اللعبه تشتغل على فلاشه فاهم، ايوه يعني هي توصل الفلاشه في الكهرباء كده هتلاقي الفلاشه مشغله اللعبه عادي.
فلأ كان الواحد مدمنها يعني بطريقة فظيعة. إمم. صحيح. طيب بس فقُلت لأ فاكس ننوّع في الcontent لإن ده اللي أنا عايزه أصلًا. الناس اتبسطت خير وبركة، ما اتبسطتش ده اللي هيبسطني، اللي مش هيتبسط أنت كده مش بتsupport الchannel. أنت أحلى مسا عليك يا أنت ما صاحبي. بتحبنيش يا صاحبي، أنت بتحب آه، بالضبط. أنت بتحب اللعبة ما بتحبنيش أنا. في أيوه. ناس من اللي بتلعب Silk Road كتار أوي ودي حاجة ما كنتش متوقعها نهائي، مع إني بطّلت content Silk Road وسويتشيت على LOL، راحوا هم switch ولعبوا LOL. دي بقى الناس واتعلّموا من الفيديوهات وبتاع ومش عارف إيه، ده شاب أو شابة متفتّحين فاهم، فاهمين اللي هو إيه، هو أنا ليه هافضل فعلًا حاشر نَفْسي في لعبة واحدة، ما في لعبة تانية ولعبة تالتة ولعبة رابعة وبتاع، الحياة إمم. حلوة. you got a real fan. بالضبط، أيوه. بالضبط. على وبعدين إحنا فكرة بندخل اليوم على Discord أصلًا صباح الفل، إحنا كل فترة كده بندخل نفضل قاعدين على Discord نتفرّج لنا على فيلم بتاع مش عارف إيه يالّا ندخل ننام. إمم. بس سؤال من قمة النجاح لقمة الفشل، ما فكرتش تعتزل LOL؟ كل يوم برضه. لا بس اعتزال لأ حقيقي. لعبة بتحرق الدم أوي والله، لعبة بتحرق الدم أوي ومستفزة، LOL بس هو الحاجة اللي اتعلمتها عمومًا، بس اتعلمتها متأخر أوي، يعني لسه متعلمها من أسبوعين مثلًا. League بتبقى مسلية أو أي لعبة فيها competitive play بتبقى مسلية أول ما بتخرج من الcompetitive play حبة وترجع له. اهم. طول ما عندك هتفضل قاعد محشور جوّه الcompetitive play مش هتبقى مبسوط، لإن أنت دايمًا هتبقى بتلعب وأنت مركّز وضاغط نفسك وعمّال بتبُص مثلًا في الmini map والcalls والobjective والحكاية والرواية والجنكاية لأ، إمم. افكس من الcompetitive play حبة وادخل العب لك في اليوم مثلًا 3، 4 أيام normal أو اقعد يا عم game يوم كامل بتلعب normal وبعد كده ادخل العب تاني يوم ranked. أنت يوم الnormal ده هتكتشف إن هو ممتع أكتر مليون مرّة من الranked، لإن أنت بتبقى قاعد أنت وأصحابك قاعدين بتهزروا وبتضحكوا وبتلعبوا مش فارق لكم خسرتوا كسبتوا، ما فيش there is nothing فاهم، أنت مراهن عليه، وعايش حياتك خسرت كسبت إيه يعني عادي. عادي. واحد قاعد بيلعب واحد قاعد بيلعب مثلًا لBlank top lane والتاني بيلعب لي اسمه ده Ash mid lane قدّام Zed والحياة حلوة فاهم، خارجين من الgame 0 100 بس كل واحد عمل اللي هو مبسوطين. نفسه فيه. أيوه. بس، صحيح. فلأ ده طول إحنا توصلنا للحتة دي اللي هو إيه، إحنا قعدنا فترة كده بنلعب ARAM، ما بنعملش حاجة غير إن إحنا بنلعب ARAM زهقنا خلاص من اللعبة، بس اهم. الARAM مسلي علشان هو ما فيهوش competitive play. لأ في. أنا لأ ده باخش ب ده ب ده ده بُص ده في ناس في بتحب ناس تtry hard في ما الARAM أعرفش فاهم، ليه، بجد يعني أنا بابقى بس داخل يعني بقى يعني أنا بابقى داخل ألعب حاجة أنا مش يعني متهيأ لي ما شُفتلهاش فيديوهات قبل كده حتى، يعني ما شُفتهاش في حتى ناس لأ في ناس وألاقي واحد داخل بيلعب بالChampion مليون point وفاهم وخلاص آه، مقطّع بطاقته جوه. لا في ناس بتدخل بتtry hard في الARAM أقسم بالله أكتر من الnormal، تلاقيه في الnormal قطة والّا في الranked قصدي قطة، بس إمم. ييجي في الARAM أنا ده فكر ابن خالتي. أنا أيوه داخل أكسر خلاص. نِيَو. لا، تدخل to have fun وبتاع، فإحنا لمّا لقينا إن إحنا بنتبسط في الآرام، طب ما تيجي نجرّب normal. اهم. لعبنا normal games بس رجعنا 10 سنين لورا زي أول ما لعبنا league، لإن أيوه. أنت أول ما لعبت league كنت بتتبسط بيها، بتتبسط بيها ليه؟ عشان بتلعب normal ومش فاهم حاجة، صحيح. حرفيًا، فخلاص طب ما نرجع نلعب normal ونجرّب شامبيونات تانية جديدة أو ما بنلعبش بيها كتير أو ما لعبناش بيها خالص، ونعيش حياتنا ونهيّص ونتبسط ونشربوا شربات وحلبسة وكل ليه بقى ليه الجلد كل يوم نفتح يالّا 5 فليكس، يالّا 5 فليكس، يالّا solo do ليه ما في عالم تاني موجود، جرّبوه، ده أرينا عمومًا. موجودة، IRF موجود، أيوه بالضبط، أيوه. أنت فكّرتني. وValorant كانت نفس الشيء. أها. بس هي Valorant أنا أصلًا مش fan للألعاب الshooting عمومًا، إمم. خصوصًا Valorant لمّا دخلتها حسّيت إن أنا مش بني آدم عمومًا بقى يعني. Valorant لأ Valorant أنا ندمان إن Valorant أهملتها، لإن وقت كورونا اهم. إحنا في واحد صاحبنا اسمه يوسف أو بنقول له يا homie، ده pro player أساسًا، ده كان في فريق بولندي وسابه علشان يركّز في الكلية، سبحان ده الله. pro player. إمم. فلمّا كان بييجي يلعب معانا كان بيقول لنا إحنا بنعمل إيه غلط وإيه صح وبتاع ومش عارف إيه، علّمنا اللعبة صح، اهم. فبقينا كويسين أوي في اللعبة، اللي هو بقينا بندخل تورنمنتات وبتاع ومش عارف إيه والدنيا زي الفل. لمّا كورونا خلصت برضه إحنا كنا مركّزين أوي في كورونا، أول ما كورونا خلصت أهملناها، ركناها ركنة ما لهاش أي لازمة. من ساعتها بقى وإحنا كلّنا مستوانا وقع وقعة زبالة، إحنا كنّا بندخل الtournament easy بنوصل semi final ونبتدي بقى إيه نعافر بقى في الsemi إمم. final، قبل كده إحنا بننزل بناكل العيال، نيجي بقى على أيوه. الsemi final نبتدي بقى إيه ن ن نحارب مش عارف إيه بتاع، نيجي مثلًا في الfinal نخسر مرّة، نيجي في الfinal نكسب مرّة، الدنيا زي الفل، بس الكورونا خلصت وأهملناها، ركّزنا بقى في الجامعة،
في الجامعة ولما الصراحة. خلصنا جامعه ما رجعناش لفالورنت بقى، اللي راح في يلعب كول اوف بقى ديوتي، اللي راح يلعب قلبي، اللي راح يلعب لول، في وركناها بيلعب على جنب. ريل لايف كمان خلي بالك. والريل لايف كده كده. هو آه، اصلا انت عارف تي اف تي الناس مسميها لعبه ايه؟ ايوه الناس بتلعبها لعبه بقى في الشغل. الموظفين. ايوه ايوه أيوة. لعبه الموظفين حقيقي عشان انت لا انت را- انت راجع مضروب 100 جزمه، فاهم؟ مواصلات وشغل ومطحون، ترجع اكيد. تقعد يا باشا تلعب تي اف تي، رجلك على المكتب قاعد أي- قاعد تلعب كده، قاعد جايب الماوس على ركبتك وقاعد بتلعب كده، مفيش اي مجهود بيبذل. بس هترجع بقى من الشغل وكمان اقعد العب على فالورنت ولول دمي. وبتاع، يعني أنا كنت بمنتج دماغي هتطرشق. كنت بمنتج فيديو. كان بيلعب في الانمي تيم. هو اللي كان نزل قدامه سميرف اصلا، جراند ماستر وبيلعب في السيلفر ايلو. فهو الفكره كلها ان هو بيقول له ايه يعني، طب ليه ينزل قدام سميرف؟ فهو قعد يستفز فيه، راح قال له طب انا ابقى شغال 8 ساعات عشان اجي هنا اخسر كده بقى. جت بسط. نخسر. انت جاي تركد عليا بقى كمان، ده انت غتت قوي يا جدع. فلا يعني الموضوع صعب فعلا. انت فكرتني في موضوع النورمال ده لما كنا بنعمل سلسله اكيد عدت عليك، اللي هي بتاع عندما يجتمع الهبيد ده. اه فلا كانت ضحك. كانت بقى زمان لما كنا بنلعب بقى الالعاب زي علاء الدين مثلا والحاجات، فاكر انت الالعاب القديمه ياه الطرزان؟ اه. فهو الالعاب دي كان التكنولوجيا بيقعد جامده فشخ. ايه، كان بيقعد يديك بوشنز كتير، اتش بي بوشنز. ويعني فاهم اللعبه سهله اصلا. هو امم عارف انت داخل تبص دماغك وتنبسط، مش داخل بالظبط. تلعب مثلا. بعد كده بقى تطورنا بقى في كومباتيتيف وبقى في العاب سولز. انا مش عارف ايه لازمه العاب السولز دي في الحياه جلد عموما. ذات جلد ذات. انا لسه يعني منزلها عشان عايز ابقى العبها اصلا. لا ربنا يوفقك بصراحه. بصراحه يعني خيار لا لا ارجحه من خالص. الالد اعدائي يلا. بجد والله. طيب احنا دلوقتي وصلنا امم لنقطة ان انت مش هتعتذر ليج للأسف. كنت عايزك تعتذرها اه. بصراحة. انا بدعو انا للسلامة. هقعد العب ليج كده كده، بس مش هقعد العب ليج بشكل مستمر، يعني ليج مش تبقى هي المين كونتنت خلاص، يعني كل حاجه هتبقى المين كونتنت، سواء بقى بيجيب ريتش ما مهم. بيجيبش ريتش. هو لو احنا فضلنا نبص على ايه اللي هيجيب ريتش، فاحنا هنوصل لحته معينه، لو اللعبه دي قفلت انا هتسوح. ومش كده، انت مش تكون بتعمل حاجة وانا مبسوط مش هبقى فيها، مستمتع فمش هتعرف بالظبط، تعمل ده غير كونتنت. ان انا مش هبقى مستمتع، بالظبط، يعني هقعد العب في نفس اللعبه والفكره لو انا مش مستمتع انا مش هعرف. انا ما بعرفش افيك وعادي قدام الكاميرا. ويا انا صدقني. انا انا اللي هو ايه، انا دخلت في الجو خلاص، يعني انا في ايام ما بنزلش فيها فيديوهات، بيبقى علشان بس اللي هو ايه، انا عارف ان دلوقتي لو صورت فيديو انا اي حد هيجي يتفرج مش هيكمل سنتين ويقفل عشان هيتخنق مني. ايوه دم عشان تقيل. لو انا مخنوق انت مش هتتبسط. صح. وانا لما بتخنق ببقى تقيل، ببقى سئيل، فبلاش. هو الفكرة كلها يعني مفيش حد دلوقتي اظن ان هو بيفيك كونتنت غير اللي بيعمل محتوى الاطفال يعني. مثلا يعني خلاص يعني هو ده عارف ان هو ده شغل، ده بقى لا بس موظف. قشطه، في ناس، ده موظف في خلاص. ناس في ناس بتعمل كونتنت بتريج اسمه ده بتريج بتفك ان هي بتفك ان هي بتتخض، فيك مش عارف ايه، آه. فاللي هو لا. يعني انا مثلا يعني في فيديوهات لعب رعب كتيره قوي قوي سجلتها وما نزلتهاش، قوي حوالي مثلا 50 فيديو بدون مبالغه صورتهم أيوه، وما نزلتش ولا واحد منهم. أيوه. بتخض بضحك، ما بتخضش بقعد اضحك. فاللي هو انا ده الريفلكس بتاعي، انا بشوف حاجه مرعبه بضحك، ما هو ده اعمل ايه طب على ما. فكرة لأ، ده كنت تنزّلها وتقوم عامل إن أنت سيجما، GG خلاص. لا والله ما هو ده رياكشني، فخلاص انا هضحك ما اتخضيتش، فطالما انا هقعد العب كل مره ومستني في مره منهم ان انا اتخض، انت عبيط يا اسطى، ما هو انت نفس الشخص، انت طبيعي هتضحك كل مره. لا لا سلام عليكم. طيب يعني بُص، إحنا قلبنا الحلقة بدري خلّي بالك، اه مش عارف تاخد بالك والّا لأ. بس في حاجة، بما إننا يعني somehow إحنا مش أكبر حاجة في الدنيا، إحنا لسه ما عجزناش يا اسطى، إحنا لسه ما الحمد عجزناش، لله. أنا لسه ما بس احنا عجزناش. جيلنا مطلوب، احنا آه. جيلنا مطلوب منه النجاح السريع في اقل فتره ممكنه، ليه مش عارف. لأ وللأسف مش للأسف بصراحة، بس إحنا متحمّلين مسؤولية ده. يعني ما إحنا الجيل اللي بعدينا نفس الكلام، بس هم مش معانا في اللا بس لا لاند. الجيل اللي قبلينا نفس الحوار ده، بس الجيل اللي قبلينا عندهم بقى ايه، التربيه الحديثه. آه. انظر انظر. الى وانت في سته ابتدائي هتروح تاخد كورسات فرنش، وتروح تاخد كورسات مش عارف يوغوسلافي، علشان لما تطلع يبقى معاك كذا لغه تشتغل مش عارف في ايه، روح نمي مهارات مش عارف ايه. باشا احنا كان عندنا تنميه المهارات، ننزل نلعب كوره في الشارع.
ايوه كده بنام المهارات، ايوه صح. صباح الفل. احنا جيلنا اتضرب يعني اتضرب في الخلاط كده في وسط حاجات كتير قوي واترمى بتحصل. وقام اترمى بعد وطلعت كده، ايوه على طول وطلعت مفيش. يجي يقول لك احنا عايزين واحد حديث التخرج 10 سنين، اسمه ده 10 سنين خبره. انتوا مجانين يا جدعان ولا ايه؟ على فكره هو somehow هي بقت قابله للتنفيذ دلوقتي، ما انت لو شغال ما من هي بقت قابله ثانوي. للتنفيذ، بس هو ما حدش رسانا. ما هو انا ما حد انت عارف لو حد رساني قال لي مثلا من وانا صغير روح خد كورسات او اعمل او سوي، والله كنت عملت. ايوه بس صح. انا ما حدش رساني، انا كنت مقضيها كده. لو كان حد قال لي روح اعمل كذا كنت هعمل كذا. بس نصيبي يا اخي. هو عشان حته ما حدش رساني دي، فانا هرمي دلوقتي هذه الكره في حجرك. ايوه. عايزين ندي نصيحه للشباب اللي هم الصغيرين. انا عايز اقول لك ان الشباب الصغيرين دلوقتي معايا، انا حسيت ان انا عجزت، بس هم ال 23 سنه وما تحت ال 23 سنه اللي هم لسه فاهم حديث التخرج وبتاع. ايوه. بس هم يعني لغه. جيمنج بقى في موضوع ايا الجيمنج كانت عموما. الشغلانه ايا كانت الشغلانه اللي هو هيشتغلها لازم هيكون معاه لغه. اوكي. ايا كانت الشغلانه ايه، ان شاء الله لو هتشتغل كاشير في سوبر ماركت يجي يقول لك معاك لغه انجليزي، بتقدر تتكلم انجليزي. لازم يكون معاك لغه انجليزي. لازم. والله لو شغال ايه هتلاقي مكتوب في السي في فلوينت ان انجلش. تروح مثلا تلاقي مثلا ان انت بالداتا انتري على وورد، فاهم؟ مايكروسوفت وورد وبالداتا انتري عربي. ايوه بس لازم تكون معاك لغه انجليزي وهتقبض بالجنيه يا فقير. اللي هو لا، ما اللغه دلوقتي بقت حاجه لا تتجزأ. يجي حد يقول لك انا ماليش في الانجليزي بتاع، تعالى على نفسك، اضرب نفسك 100 جزمه وادخل اتفرج على كورسات على يوتيوب. لو معاك فلوس وما بتعرفش تلتزم بس معاك فلوس، روح مكان فيه كورسات عشان يخليك تلتزم عافيه. ما دلوقتي ما فيش شغلانه من غير لغه. ما فيش شغلانه هتقبض حلو من غير لغه. دقت بيك الدنيا ومش لاقي شغل اصلا، بس معاك لغه في 6000 شغلانه محتاجه بس اللغه، وهم هيمرنوك وتنزل تشتغلها بس. اوكي. طيب للجيمرز بقى تحديدا، نصيحة للجي... للجيمرز. نصيحه حاجة انت للجيمرز. يعني، حاجة مثلا انت حسيت ان انت غلطت فيها فانت مش عايز حد يقع فيها، حاجة كده فاهم. دي انا لسه منزل لها فيديو النهارده اساسا. ما بلاش غلطه الكومبيتيتيف بلاي بس، عشان هتقتل المتعه بتاعت الفيديو جيمز. هتقتل الحته بتاعت ان الواحد بيجي يفصل اساسا بالفيديو جيمز. هتكره الواحد في القعده على الكمبيوتر. مهم. هتكره الواحد في صحابه. فالكومبيتيتيف بلاي بس والله فكره سيئه جدا جدا. ومش لازم علشان ايا كانت اللعبه اللي الشخص ده بيلعبها ووصل فيها لمستوى معين، ده ما يمنعش ان البني ادم ده مش فاهم كل حاجه. لا مش انا مش فما ت- فاهم، عيد يعني انت يعني فاهم. انت دلوقتي مثلا هنقول ان انت طلعت تشالنجر مثلا في ماشي. ليج، تمام. او طلعت راديانت ولا اسندنت في فالو. لا هي راديانت مش اسندنت، طلعت راديانت في فالو. مم. ده مش معناه انت عارف كل حاجه. لحد النهارده في برو بلايرز معروفين قوي بيتفاجئوا بحاجات جديده بتبقى موجوده في اللعب، او هيدن باسيفز او مش عارف ايه. كل وقت هي كل اللعب كل فيديو جيمز عموما بتبقى بحر، بيبقى دايما في حاجه لازم هتكون واقعه او حاجتين لازم تكون واقعه. مهم. يعني انت مش احسن واحد في الدنيا وانت بتلعب، فما تجيش على غيرك. عشان ممكن يكون في برضه الموظف اللي طالع عين اهله وجاي يفصل بجيمين لول ولا جيم فالو، تقوم انت جاي داخل متكسك عليه عشان هو بني ادم رزين وعاقل وفاتح الشات عنده علشان حياة. يهاف فن مع الناس عنده حياة. ويتكلم وياخد يدي معاهم. فانت تيجي يا ابو دماغ مربعه وتتكسك عليه. دونت بي توكسيك. اوكي. ماشي. ولو مش عارفين حاجه مش عيب انكم تسالوا فيها. ده شيء ده طبيعي جدا. عموما بقى يعني مش في ما مش لازم الجيمنج اوحى. أي. يعني الايتم انت عارف الايتم ده بيعمل ايه؟ طب ولو جيت قلت لك بقى الايتم ده بيعمل ايه، قول لي بقى بيعمل ايه وما جاوبتنيش، هتبقى بتقوح على الفاضي. ما تجعبدهاش يا راجل. ادخل شوف. مش عارف هيقول لك هي بتعمل ايه. ما خدش من كرامتك ولا من يعني من كاريزمتك حاجه. ما تماينستش في اي حاجه من الاستاتس بتاعتك. ايوه لسه زي ما انت. بالعكس استفدت معلومه هتفيدك. ما تبقاش كده. صح. وعموما دي نصيحة للحياة، يعني انت لو مش عارف مش حاجة عارف اسأل. حاجه اسال. مش لازم تهبد. ايوه صح. انا كان فيها العيب ده عموما، لما كان حد يقول لي انت عارف حاجه اقول له بعد كده ادخل مصري. بس عشان مصري. بعد كده ادخل اسرش عليها. عشان ما فاهم؟ تقفش ناصح يعني بعد كده ناصح. ادخل اسرش عليها. لحد ما في مره واحنا في شغل بقى، ايام حفلات محمد رمضان لما كنت شغال مع محمد رمضان، جه حد سالني في حاجه وقلت له اه قال لي طب ما تقول لي عليها عشان انا مش عارف. اه بقيت انا وهو مش عارفين.
مش فاكر كان جهاز اسمه ده جهاز بنسميه فيجوال عشان ده اللي بيعرض الحاجه على الشاشه. اهم. ففي الحفلات فبيقول لي بتعرف تشغل الجهاز، فبقول له اه، وانا فعلا كنت بعرف اشغل الجهاز بس مش الجهاز ده، كنت بعرف اشغل اجهزه تانية عشان هو كل الجهاز اجهزه زي الفيجوال بتبقى versions معموله كده، بتبقى معموله يعني اللي هو ايه عموله كده، اجهزه الفيجوال دي بتبقى معموله عموله. أصلًا بقى. فقال لي طب ما وريني بيشتغل ازاي. حاضر، ايه حاضر. بتقول ايه؟ آه هو طبعًا. طلع ما يعرفش، هو وهو بيسال بحسن نيه، فاللي هو ايه خلاص ما تستنى بقى ايه لما وده لما حد ييجي يعرفنا الباشمهندس إحنا بتاع الاتنين. لما الباشمهندس بتاع الفيجوال يجي يشغله بقى، طلع فيه زرار شبه بتاع الجرس موجود مستخبي في درج جوه مش عارف ايه، بتدوس عليهم جاي باور اون الجهاز حاجات غريبه أصلًا. أيوه. اصلا. لا ده انا شفت والله احنا ممكن فاهم لو قعدنا نتكلم من النهارده لبكره الصبح على الشغل ده لسه مش هنخلص، في كميه قصص، في جزء كبير قوي منها ما ينفعش يتحكي بس في حاجات تضحك برضه يعني، بس ما علينا. هي كل حاجة ما ينفعش تحكي بتضحك عمومًا يعني. اه عمومًا. ننتقل من المهم الجزء بتاع الgaming، ننتقل لحتة اليوتيوب. هو أنت نزّلت، أنا عارف إن أنت نزّلت فيديو بخصوص الموضوع ده، اللي هي نصايح لو حد هيبدأ content وكده. بس امم إحنا عايزين نصيحة واحدة، عارف اللي هو إيه، الزتونة. لو أنا مصطفى الزتونه. عايز أبدأ محتوى أو هاعمل يوتيوب channel، أعمل إيه؟ يعني مش أعمل هم إيه. هي لازم تبقى نصيحتين مش نصيحة واحدة. أوكي، قُل زتونة يعني ماشي عادي اعرف أنت هتقدّم إيه اهم. وخلّي جلدك تخين، أو اعرف أنت هتقدّمي إيه وخلّي جلدك تخين، بس. أعرف أنا أوكي. هاقدّم إيه ليه؟ علشان الcontent ما يخلصش. أنا هاقدّم content gaming حلو، هاقدّم content gaming إيه؟ ما في 6000 لعبة، اهم. وهاقدّمه من أنهي ناحية؟ يعني أنت مثلًا عندك داتو بيقدّم من الناحية الprofessional إن هو ex pro player فبيقدّم من الناحية بتاعة الpro play. سانتوس ما شاء الله برضه رانكه محترم جدًا، فبيقدّم من ناحية الpro play. عندك دلتا اهم. وشاهين بيقدّموا educational content. اهم. عندك مثلًا ناس بتلعب Minecraft اللي بيقدّم content Minecraft، في عندك بقى اللي بيقدّم content Minecraft عادي بيعلّم الناس إزاي تcraft وإزاي تعمل، اللي بيقدّم مودات. Valorant في اللي بيقدّم competitive play، اللي بيقدّم challenges اللي هو هيلعب بسلاح معيّن بس مش عارف كل حاجة وليها طريقتها، وكل وف حاجة فيها كذا حاجة ممكن تقدّم فيها، كل لعبة فيها كذا طريقة ممكن تقدّم بيها content. صح. فاعرف الcontent بتاعك إيه، وما يبقاش حاجة واحدة. وفي نقطة، معلش إمم. هازوّد عليك، في الcontent اللي أنت ما جيتش جنبه الcontent الكوميدي، وده اللي معظم آه. الناس بتبقى عايزة ده معظم الناس تعمله، بتبقى عايزة تعمله وبتبعد عنه. وهو صعب، لإن هو صعب. ف أيوه، ما أصل هي بتبقى زي مَلَكة كده في البني آدم. صح. ما هو أنت يا دم ما هو على فكرة بقى ما هو للعموم بس برضه خفة الدم بتيجي من عند ربنا، أنت لو دمك تقيل أو دمِك تقيل بلاش خفة دم، وكل واحد عارف نَفْسه. أيوه، صح. ف ها معلش هو انفعل، بس هو الموضوع يعني واضح إن عشان في في ناس بتحاول تصطنع خفة والله بعيدًا عن الcontent بقى، في ناس في الشغل كانت بتحاول تصطنع الكوميديا، عايزة تدّي له بالكَف على وشه، بس يعني ما ينفعش عشان إحنا في شغل. مكان عمل فاهم، الHR هيترمني مش أيوه ناقصة، هي أوكي. مرّة اتخصم لي عشان ضربت حد بس مش موضوعنا يعني. أيوه أوكي. ف فال أنت فكّرتني بحاجات كتير يا اسطى. آه. والفكرة برضه أنا مش هابقى بني آدم يعني اللي هو غِلِس وادخل أقول لحد أنت دمك تقيل، اللي هو بيعمل content ودمه تقيل، أيوه. أنا مش هاقولها، فأنا هاتجنب الcontent بتاعه أو بتاعها وخلاص، بس هو eventually أنت هتلاقي في حد جه رزع الcomment أيوه. صعب، comment خازوق إيه، ثلاثي الأبعاد، صح. أنت دمك يلطش، أنت دمك شبه القرد فاهم، هو بس عمومًا حاجة معيّنة من القرد. هو بيحاول عمومًا يكون family friendly في اللي هو بيقوله يا جماعة برضه، هو في كومنتات أوحش من كده. يعني هو بيحاول يكون مش كويس هينفع معاك. مش عايز أتعبك في الmontage. أيوه. أوكي. لأ، اعرف ومش عيب إن الواحد يبقى عارف قدرته، صح. يعني هو مش عيب إن الواحد يطوّر من نَفْسه، دي يعني أنا ميزة. عارف مثلًا إن أنا دمي مش خفيف، حلو، هل أنا في حاجة تانية باعرف أقدّمها؟ آه، أسعى فيها اهم. لحد مثلًا ما ابتدي أحسّن من نَفْسي من ناحية أي حاجة تانية وأسعى فيها هي كمان، لكن ما اجبرش يعني وخلي بالك أنت لو هتجبر نَفْسك على نوع content معيّن أنت هتزهق منّه برضه، صح. يعني أنت دخلت اتفرّجت على 10 فيديوهات، جِبت من ال10 فيديوهات دول كام نكتة حلوة، وهتقعد تقول الكام نكتة دول في الفيديو ده. جميل، رائع، هتدخل تتفرّج على 10 فيديوهات، تجيب من ال10 فيديوهات التانيين دول نكتة نكت، تفضل في الحوار ده لحد ما خلاص هتنطفي،
على عكس لما تكون جايه من رباني عند ربنا، ايوه. او جايه من عندك كده، أيوة. فساعتها هتبقى ساعتها هتبقى حلوه وراسيه وماشيه والحياه زي الفل، وانت مش هتزهق ولا هتتقفل. بس غير كده مش هتمشي وانت هتزهق وهتنطفي وهتبقى حياتك زي الزفت. وده اللي يجيبنا للحته بتاعت جلدك تخين. ايوه، ايوه. مش لازم يبقى جلدك تخين من ناحيه الكومنتات بس السلبيه، لان كده كده يعني انت عندك بيودي باي اللي هو الجيمنج كوميونتي بتاع يوتيوب كله طلع على كتافه. في ناس بتدخل لحد النهارده بتقول له كومنتات في فيديوهات لو فيديو وحش، فيديو مين اللي وحش؟ انا تعرف انت بتتكلم مين؟ فيديو مين اللي وحش؟ انت عارف انت بتتكلم مين؟ هو في نقطة أصلا، يعني الشباب اللي هي لسه بادئة مش عارفاها. أنت أول ما يبدأ يجي لك كومنتات وحشة، فأنت كده بدأت تتفايرل، انبسط. أنت اه، بدأت تتفايرل خلاص كده في. لان اصل هقول لك على حاجه، انت دلوقتي عملت 20 فيديو، مهم. اكيد في فيديو فيهم انت كروته، أكيد. في فيديو انت نزلته علشان عايز تكون نزلت في اليوم اللي انت حاطه وخلاص. صح. وش في ناس تانية بتلاقي ان هي مش جايه معاها ما بتعملش، بس ماشي. بس في الاول كلنا بنعمل كده، اول ما بنبتدي الشانل كلنا بنعمل كده. انا منزل 300 وحاجه فيديو، وانا عارف ان في جزء كبير قوي منهم انا مكروته. مهم. والله في فيديوهات كنت ببقى مكروتها بتجيب ريتش اكتر من فيديوهات اللي انا قاعد طالع عيني فيها وبتجيب كومنتات جامده فشخ. هو ده اللي أنا كنت عايز أقوله عموما. وفي فيديوهات تانية ببقى تعبان فيها، الاقي حد داخل كاتب لي حلو. من تحت والله دوسة. والله والله انا بشوف التشويحه في الكومنت، فاهم يعني؟ بحسها. التشويحه بتجي لي 3 دي كده خبطه في وشي. أيوة، حلو. حلو، أيوة. حلو. الله يسهل لك، الله يسهل لك. امشي امشي لا. هو برضه الجزء اللي أنت قلته ده، يعني هو لسه مذهول من الكومنت، ما تقولوش أسأل. يعني بيضيف لحتة الاستمرارية، ان هو انت عشان في اه، جدول معين مستمر عليه، فانت لازم لازم. كده كده. فحتى لو هتكروت، فاهمني، هي الحياة كده مم. يعني عموما في اي حاجة. بس eventually الواحد بيوصل لمرحله اللي هو ايه، انا مش عايز اكروت. يعني لما هتوصل برضو لحته اللي انا مش عايز اكروت، انا عايز دايما اقدم كونتنت حلو. فهتيجي وهتعمل فيديو وتمنتجه وتلاقيه ما طلعش زي ما انت عايز، تقوم جاي مش منزله. لا، في كمان دي حاجة. هتبقى بحته بقى كواليتي اوفر كوانتيتي، ان انت دايما بتدور على الجوده اكتر من الكميه. دي بقى هتبقى معضله تانية. ده انا في حاجة في القصة دي اصلا عندي انا مشكلة فيها. انا امم اصلا شغل المين جوب بتاعتي فيديو اديتور. فانا امم في فترة من حياتي كان عندي مشكلة ان انا عايز اي فيديو اعمله يطلع احسن من اللي قبله. ما ده كده كده، بس ما فيش حاجه اسمها كده. تعرف، ما هو انا لا، الموضوع ده بقى كان بيخليني بيرن اوت اصلا، اللي هو انت ايوه. فعلا خلاص، اصل انت عمل نفس وغير لما يجي لك ارت بلوك كمان، انت لسه لما يجي لك ارت بلوك ان انت خلاص تبقى دماغك مش قادر تبروسس اي حاجه كويسه. ده ارت هي. بلوك، ده حوار تاني ده. هو بص لا لا لا، بيبقى الموضوع صعب. فلا، فانت في كل الاحوال انت مش هتعرف تطلع كل حاجه جامده، اه، وفي الحياه يا اسطى، بعدين ودي نصيحه حياتيه على فكره. يعني انت برضو كل يوم مش هتعرف تعمل حاجه جامده، يعني خلاص عادي كل بني يوم. ادم له طاقه. يعني احنا مش ماشينز بقى. قشطه. وغير كده انت يا سيدي، انت بتقول انت فيديو اديتور. حلو، طب انا مطلوب مني فيديو، محتويات الفيديو او التاسكس اللي مطلوب مني جوه الفيديو 1 2 3. حلو، ده مطلوب فيه 1 2 3، فده انا هاعرف ازود فيه. انا جالي بعدها فيديو تاني يوم مطلوب مني فيه تاسكات واحد، مم. مفيش 2 و3، هي تاسك واحده. هابدع في ده ازاي اذا كان هو قايل لي مثلا ان هو الفيديو عباره عن ان انا قاعد بتكلم قدام الكاميرا 10 دقايق، وانت قاعد بتطلع لي في بيرولات وحاجات بتعمل انيميشن وبوب ابس وبتاع مش عارف ايه. اوكي، ده انا هشتغل فيه كتير. بعد كده انت هتجيب لي فيديو تاني هتقول لي الفيديو ده مهم جدا وانا هتكلم فيه بجديه جدا، انا مش عايز اي حاجه تطلع فيه، انا عايزك بس تظبط لي الصوت. ما هو عايز ده اقول هيبقى لك، فيه ابداع ايه؟ ده اخرك هتغير في السكيلينج، هتلعب في الكي فريمز بتاعت السكيلينج طلعوا بس. إيه اسمه ايه، تزوم بالظبط، ده هيبقى افشخ حاجه ممكن الواحد يعملها. بس انت هتزود، كده هتحط بيه رول او بيه رولين، بس ما فيش حاجه تانية تتعمل خلاص. بس انت كده خد بالك، انت يعني انت عندك حاجه كويسه، انت الكلاينت بتاعك عارف هو عايز ايه اصلا بقى. لا ده احنا لو بنتكلم لو في حد كلاينت فاهم. بني ادم. لو في كلاينت بني ادم، تلات ارباع الكلاينتس اللي بتيجي اساسا في الفريلانسات، سواء فيديو اديتنج، سواء جرافيك ديزايننج، سواء ايا كان ايه، طالما هي فريلانسايه عليا النعمه لا هتجيب لك واحد ايوه. ما يعرف في الورقه والقلم بيتصنعوا ازاي اصلا، ولا يعرف عموما. حتى الكمبيوتر ده ان هو بيشتغل بكهرباء. يا باشمهندس حط لي اللوجو في فايل وورد وابعته ايوه. لي. مش دي سمعتها مره، شتمت العميل وقفلت السكه في وشه، ما اشتغلتلوش مش ورجعت له عايز العربون مش بتاعه. عايز فلوس يا باشا، مش عايز، خد لا لا فلوسك لا لا. خد فلوسك أوي. كبر اللوجو، صغر اللوجو، صغر شويه كمان، لا لا لا، صغر قوي، كبره قوي بقى. طب بص بص بص، حطه لنا على كارت.
بس خلي بالك احنا مش هنطبع كروت، بس انا اشوف على كارت يبقى عامل ازاي تطبع على كارت. طب حلو بقى، بص احنا هنبعت لك 200 كارت تعملهم، تشتغل في اول 50 كارت. لا احنا رجعنا في موضوع الكروت، معلش. لا. ولا بيجيب الحاجة من جوه قوي. ما اصل الفكره، انا مريت بحاجات فريلانس كتير قوي والله. كنت اوكي. ببقى عايز احدف التليفون، يعني عايز اوصل التليفون للمحافظه اللي هم فيها احدفه في وشهم. حصل. لا بيبقى حاجات غريبه والله. هو رب الكعبه مره واحده من وسط ال 6000 شغلانه الفريلانس اللي عملتهم في حياتي، مره واحده جالي كلاينت عدل كان انت عارف ان انا شلت كل بعمل الكلام ده الفيديو. عشان حقوق الملكية، صح؟ انهي؟ بتاع بس مش هنكمل القصه بقى، مهم يعني. مش هنكمل القصه، مش مهم. ايوه. بس عشان وكانت ما. شركه جميله وكان كلاينت حلو، ايوه والباقيين كان كلهم جميل. عايزين الحرق. الباقيين كلهم عايزين الحرق. طيب بما انك كده كده عاوز تنزل لاصحابك عشان تتسحروا، تمام. لا، ما انا عادي، كمل عادي. واحنا خلصنا الحاجات اللي انا عايز اصلا اقولها. ايوه، ما انا بقول، ما انا يا ابني لازم اقول. أنت فاهم. ايوه ايوه. فبس، فانت شوف انت لو عايز تقول اي حاجه في اي حاجه قبل ما نقفل، يعني عادي احطها، مش هبخل عليك. أه... حب نفسك. لا خلاص والله العظيم، أيوة. حب نفسك، لان ما تعمما. حدش هيحبك قد ما تحب نفسك. غير امك وابوك. باستثناء ابوك وامك. ايوه هو صح. ممكن يكون ابوك بس او امك بس، على حسب لو في حد من عيلتكم معقد يعني. لا فكك منه، هو امك وابوك اه, عادي. آه. يعني حاول تاكل كويس يا اسطى. ما تبقاش كده. وكده كده كلنا والله العظيم بجد، علشان دي حاجه انا بفكر فيها برضو كل يوم. كلنا كده كده يعني ممكن نموت بكره، وممكن نعيش 100 سنه اللي ربك كاتبه. مهم. فاسعى وسيبها على ربنا، بس اسعى بضمير. ما تسعاش نص ساعه، فاهم؟ اللي هو ما تاخد الخطوه خدها كلها، ما تجيش خطوه وتيجي تبص اللي هو إيه، خدها نص خطوه. لا، خطوه خطوه خطوه، يا تعملها يا ما تعملهاش. ايوه. عشان ما تجيش بعد كده تيجي تلوم نفسك بعدها يا مريض، تيجي تقول انا ما يب. عملتش كل حاجه. طب ما انت ما كنت تعملها من الاول. يعني انت ما عملتهاش كامله، مهم. ومدين انت ما عملتهاش كامله، انت عبيط يا اسطى. تعملها كلها كامله مره اه. واحده عشان ربنا يكرمك. وعشان حاجه كمان، في ناس مثلا، يعني خلينا نتكلم في البلان بتاع اليوتيوب، يقول لك امم انا هشتغل سنه في اليوتيوب، يا اما جاب همه يا اما ما جابش همه، او لو عمل مفيش مشروع. حاجه اسمها احنا يعني كده. خلينا ما نقول اليوتيوب ما نفس كمشروع. الصور، نفس فكره المشروع، ايوه. ايوه. بس لا، هو الفكره كلها مش حكايه كده. هو فعلا لو انت هتعمل مقياس جاب همه او ما جابش همه، فانت لازم تحط الايفورت بتاعك كله في اليوتيوب، اللي هو اه فعلا تستمر وتظبط وتبحث عن الالجوريزم والكلام ده كله. اه مش اه اللي هو ايه، انا هنزل في السنه كلها 3 فيديوهات ما جابش همه. اه. بس. اصل هو على عكس المشاريع العاديه، مم. على عكس اي مشروع تاني، يوتيوب انت بتستثمر وقتك صح. بس. المشاريع التانية اللي هي في في الواقع الواقع. بتاعنا، مم. على ارض الواقع، انت بتستثمر وقت وفلوس. مم. فانت بيبقى عندك البريفليج في يوتيوب ان انت لو بتقدم محتوى كويس ان انت بتستثمر وقتك بس. مم. فدي حاجه كويسه، وفي نفس الوقت بتنمي مهارات. يعني هنقول ان انت فتحت يوتيوب شانل سنتين وما حصلش توفيق، ما رضمتش يا عم، وانت جبت اخرك فعلا وخلاص، جضه من كل حته وقفله من كل حته. مم. اتعلمت مونتاج، اتعلمت حاجه جديده في المونتاج، اتعلمت تعمل تام نيلز، اتعلمت جرافيك ديزايننج عموما، اتعلمت تظبط الصوت، اتعلمت ان انت تظبط الاضاءه، برامج ايه اللي بتستعملها، مش عارف ايه. اوت اوف نوير تلاقي شغلانه ليها علاقه مثلا بتصوير كورسات، تروح تسجل تقدم، تلاقي الدنيا زي الفل، زيتنا في دقيقنا لقيت شغلانه. صح. محدش عارف حاجه. يعني انا او بي اس باستعمله في الريكوردنج عادي والكلام ده وقت الانترفيو، وباستعمله من قبل كده، من قبل ما ابتدي اليوتيوب شانل، عشان انا كنت اسجل كليبات وبتاع مش عارف ايه. لما رحت الانترفيو اللي هي اللي اترفضت اللي بعدها، فكرت في موضوع اليوتيوب ان انا افتحه، كانوا بيستعملوا او بي اس. مم. في كذا كاميرا متوجهه على الشخص اللي فتح او اللي عمل الكورس، في كذا، في كاميرا 1 وكاميرا 2 وكاميرا 3 وبتاع مش عارف ايه، و... وفي سمارت بورد والكلام ده. فكل حاجه باينه على او بي اس، اللي هو انا بسجل مثلا كاميرا 1 في الحته الفلانيه وكاميرا 2 في الحته الفلانيه، والسمارت سكرين او السمارت بورد ظاهرين في الحته الفلانيه، علشان كل واحد يتكسبورت لوحده، واخدهم بعد كده اظبطهم على المونتاج. دي حاجه انا ما كنتش اعرفها اصلا ان هي ممكن تحصل في او بي اس. مم. اتعلمتها وبقيت بستعملها في تسجيل الفيديوهات بعد كده. ايوه عشان الكاميرا. مم. فبالظبط، فالواحد بيتعلم حتى لو كده يو جيند سكيلز، حتى لو ما جنتش اي حاجه، بس يو جيند نوليدج، دي في حد ذاتها كفايه. مم. لكن ان الواحد يقعد اساسا لا بيعمل اي حاجه خالص، ولا بيعمل كونتنت، ولا بيشتغل، ولا بيتعلم حاجه جديده، ولا اي حاجه، طب ما ملهاش لازمه.
لان حتى لو الواحد بيعمل كونتنت فهو بيتعلم حاجه، بيتعلم ازاي يحسن من طريقه كلامه، ازاي يقعد قدام الكاميرا، ازاي يتعلم مونتاج، ازاي يتعلم 6000 حاجه. يبقى بس جلده قعده تخين. قعده يبقى عندك جلد، يبقى حرفيا جلدك تخين من كل النواحي. صبر والاستمراريه صعبه. محدش بيقول ان الاستمراريه سهله، الاستمراريه صعبه. والالتزام اللي بيبقى جاي من نفس الواحد على نفسه صعب، لانك انت لو شغال في شغلانه انت هتبقى خايف على فلوسك. صح. بس انت عارف ان انت هنا لو فكرت في يوم اللي هو انا مش منزل كونتنت تاني وهقفلها، عادي هتقفلها وتروح تشوف لك اي شغلانه والسلام عليكم وعليكم السلام. صح. ده لو انت مش فارق لك مجهودك اللي انت ضيعته يعني. مهم. بس خلاص. خلصت والله. طلعت كل اللي كان نفسي فيه خلاص. اوكي، بص انا سعيد بهذا الحوار وانا الجميل. والله ماشي، واتمنى الناس تكون انبسطت، عشان لو ما انبسطتش بجد يعني هيبقى ناس ما ما بتفهمش. يبقى في تعب عندكم في مونتاج مشكلة. يا جدعان. في انا تعب في مونتاج يا جدعان. دوسوا لايك وسوي سبسكرايب يا اخوي. فبس كده يعني، هو خلاص قال الكلمة اللي هو عايزها، وانا الحمد خلاص قلت لله. الكلمة اللي انا عايزها، فاهمني؟ وبس انت بقى قول الكلمة اللي انت عايزها في الكومنتات، واستنونا في حلقات جاية، وبس كده. سلام بس عليكم. كده.